السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات تعليم السياقة للمبتدئين. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا علاش المبتدئين كتهرب لهم السيارة على المسار ديالها. فاش كيكونوا غاديين علاش السيارة كتهرب على المسار؟ كاين جوج ديال الاخطاء اللي كيرتكبوهم، غادي نشوفوهم وغادي نشوفوا الحل باش السيارة ما تبقاش تهرب لنا اليمين ولا اليسار. الخطأ الأول اللي كيديروا هو فاش كيكونوا شادين مثلا المقود هكا، كيكونوا غاديين الوقت اللي كيبغيو يغيروا مستويات السرعة أو يدوزوا الفيتاس، كيمشيو بيديهم الفيتاس والتالعين ديالهم كتمشي للفيتاس. هنا في هذا الوقت وهذه المسافة اللي كتقطعها السيارة فاش كنبغيو ندوزوا الفيتاس، السيارة كتمشي وحنا ما كنشوفوش في الطريق. هنا السيارة كتهرب لنا على المسار. إذن دائما فاش نبغي ندوز الفيتاس دائما عيني كتبقى على الطريق، واليد بوحدها كتمشي كتخدم وكتدوز مستويات السرعة، لأنني كيخصني نكون ضابط هاد الفيتاس وضابط هاد المستويات كاملين، عارف كل مستوى المكان ديالو. يعني العين ديالي دائما تبقى على الطريق وكندوز الفيتاسات هكا بكل بساطة. الخطأ الثاني هو أننا كنكونوا غاديين في الطريق وشادين المقود، اللحظة اللي كنبغيو ندوزو فيها الفيتاس كنمشيو كندوزو الفيتاس، واخا اننا كنبقاو هادين الطريق الا ان السيارة كنحسو بها كتهرب لنا لجهة اليسار. لان علاش؟ المبتدئين فاش كيشدوا المقود كيشدوه شويه بواحد القوه ماشي بواحد الطلاقه. فاش كيكونوا شادينه هكا بواحد القوه يعني كيكون توازن، هاد اليد شويه جابده لهنا وهاد اليد جابده لهنا. فاش اليد اليمنيه كتمشي للفيتاس، هاد اليد اليسريه بلا شعور كتجبد لنا المقود والسياره كتهرب لنا الجهه ديال اليسار. الحل لهذا المشكل هو انني فاش نكون غادي في الطريق بحال هكا، اللحظه اللي نبغي ندوز الفيتاس كنمشي بيدي ديال اليسار للوسط وكنجي كندوز الفيتاس. هنا دابا اليد اليسرى راها في المركز ولا في الوسط ديال المقود، هنا ما غاديش تهرب لي اليسار. اذا كنبقى شاد هنايا المقود بهذه الطريقه وكندوز الفيتاس ديالي وكنولي كنرجع نشد المقود بحال هكا. والحاجه الثانيه علاش كيخصني نشد هنايا في هذه الجهه هي فاش كنجي ندور مثلا الا بقيت انا شاد مثلا هكا وجيت ندوز الفيتاس وفي نفس الوقت غادي ندور للجهه ديال اليسار، في اللحظه اللي غادي نجي ندور فيها الموجه هكا يعني هنا كتوصل فقط لهذا المكان واليد كتكوانسالي، اليد كتضرب لي هنا سواء في البدن ديالي او لا كتضرب لي هنايا في هذا المكان. يعني انني ما كيبقاش عندها واحد المسافه اللي هي كبيره، في حين الا كنت شاد هنايا فغادي نجي داير عندي واحد المسافه اللي هي كبيره باش كندور. يعني بامكاني انني ندور بدون اي مشكل. اذا هادو هما المشاكل اللي كيوقعوا للمبتدئين في السياقه، وضروري خاصنا نديروا هاد الطريقه اللي وريتكم دابا باش نتفاداو هاد المشكل ديال مسار السياره. شكرا والى اللقاء.